حاجه مهمه جدا لازم تخلي بالك منها لو انت هنا موجود في فرنسا. هنا عشان تركب القطر او المترو لازم يكون معاك التيكي بتاع المترو او معاك الكارت اللي هو الباص نافيجو بتاع شهر كامل مثلا. في ناس هنا بتفتح صدرها وبتنط من على الماشينه ويقول لك يا عم عادي وما اعرفش الكلام من ده، وبعدين لما يقفشوه بيعملوا امض، بيعملوا غرامه مثلا 50 يورو او 80 يورو والكلام من ده. في حركه حصلت من واحد هندي بقى، الجماعه الهنود اللي هم فاتحين صدرهم وبينطوا الماشينه وعاملين نفسهم شبيحه والكلام من ده، الكنترول مسكه النهارده وعمل له اموند، وبعدين الاخ ده راح اداله كل التفاصيل بتاعه صاحبه، اسم صاحبه وعنوانه وتاريخ ميلاده وكل حاجه، ولبسه مكانه في الحوار ده. فانا عايز اقول له حسبي الله ونعم الوكيل فيك، وانضف وسطك بدل انت فاتح صدرك وقاعد تنط من على المشان والكلام ده، تشيل شيلتك. بس خلوا بالكم يا جماعه، والله العظيم في ناس بترحل فيها، ما تعملش الحركه دي. انت راجل بتشتغل وبتعمل فلوس، 100 يورو يا عم ايه المشكله؟ 100 يورو حماده، ده عشوه. ربنا يهديكم وخلوا بالكم. سلام.